السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عملت صينية مكرونة بالبشاميل، بس حاجة كده روعة، بحشوة اقتصادية جدا وفي نفس الوقت فيها قيمة غذائية عالية عشان أولادنا، ومعمولة بطريقة سهلة جدا كمان. يلا بينا كده نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الحشوة الحلوة بتاعتنا دي ازاي. من حلاوتها ممكن تتعمل سندوتشات وتتاكل كده كمان لوحدها. بس لو عجبتك الوصفة ما تنساش تعملي لي متابعة على الفيس لو انت لسه مش متابعاني، ولو بتشوفيني على اليوتيوب ما تنساش تعملي لي اشتراك في قناتي وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتعليق ولايك حلو منكم كده عشان خاطر ترفعوا له الفيديو ويوصل لاكبر عدد من الناس. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ الوصفة. ده كان صدر فرخة عندي مسلوق، بيت عندي في التلاجة، فلقيته ايه مش هيتاكل، حطيته في الفريزر وقلت اما اعمل ايه بيه وصفة حلوة كده معاكم. هقطعه بقى بالسكينة. المية غليت معايا بقى تحت المكرونة، حطيت فيها معلقة ملح ونزلت بالمكرونة. قطعت بصلة بقى فرمتها فرم ناعم بالشكل ده كده، وحطيت عليها ايه معلقة سمنة. خلي السمنة بس كده تسيح الأول. السمنة ساحت معايا بقى، هنزل ايه الفراخ بتاعتي. حطيت شوية حلوة كده في البصل. هنزل بقى بالخضار بتاعي اللي هيطعم لي الأكلة بتاعتي وهيديها قيمة غذائية في نفس الوقت، وهيكتر لي الحشو. ده كوساية على جزراية بشرهم بشر ناعم. انا بشراهم بالمبشره بالناحيه اللي هي ناعمه قوي دي عشان خاطر ايه الخضار يستوي معايا بسرعه، وما يبقاش مقرمش في المكرونه، وفي نفس الوقت ايه لو اولادك ما بيحبوش الخضار وكده هياكلوه في المكرونه مش هيحسوا بيه. هنزل بقى بفلفل الوان بالشكل ده كده، وهقلب. كل الحاجات دي بتدي قيمه غذائيه للوصفه، وفي نفس الوقت ايه بتبقى حلوه يعني كده، ولونها حلو كده في الاكل. زي ما قلت لك لو اولادك ما بيحبوهاش هياكلوها لما يشوفوا ايه الالوان الحلوه دي في الصينيه. رشه لها بقى معلقه ملح صغيره، ورشه توابل 7 بهارات او اي توابل عندك بقى انت بتحبيها بالشكل ده كده. لونها بقى ولا ريحتها خطيره، يعني عارفه من غير مكرونه ممكن تعملي الاكله دي وتعمليها في سندوتشات تبقى حلوه برضو قوي. خدوا بالكم الكلام ده لحبايبي سراء ولا مطبخ، انا شغاله على العين الصغيره عشان انا عايزه النار ايه متوسطه تحتيها. اخر حاجه بقى هضيف لها ايه معلقه صلصه بالشكل ده كده. معلقه الصلصه بقى هيطعموا الفراخ بتاعتي ويطعموا الخضار ويخلوا ايه طعمها احلى واحلى كمان. هسيبها بس شويه كده ايه دقيقتين 3 كده في الصلصه. تعالوا بقى نعمل البشاميل بتاعنا بطريقه ايه بسيطه عشان خاطر بناتنا برضو الحلوين ايه سنه اولى مطبخ. ده معايا كله الا ربع لبن. تمام، حطيته في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، وهضيف له 3 معالق كبار نشا. 2 3. واي وصفه بتبقى داخلها نشا بحب افكركم برضو ايه بالكلمتين بتاع كل مره، يا جماعه خلي بالكم من النشا انواع، في نشا بيربط معاكي بسرعه ونشا لا. يعني انا هنا حاطه 3 معالق نشا، انت ممكن تحط 3 معالق وتلاقي البشاميل سايل معاكي، يعني معناها ان النشا بتاعك ده خفيف، العيب مش في الوصفه، لا هو ممكن يجي تقيل معاكي بزياده وما يعجبكيش، يبقى النشا بتاعك بيربط ايه بزياده. هو عموما في تلك الحالتين بيبقى ايه يعني لهم حل، مش مشكله يعني ولا حاجه. لو جه تقيل بزياده طبعا هتزودي ايه شويه شوربه او شويه لبن هيخف معاكي، ولو جه خفيف برضو بحبه شوربه كده او حبه لبن هتحطي معلقه نشا وتقلبيهم وتكبهم في البشاميل بتاعك هيظبط معاكي. مع احترامي طبعا للناس الكبيره انا بقول الكلام ده يا جماعه لبناتنا الحلوين سنه اولى مطبخ، البنات اللي لسه صغيره وداخله المطبخ جديد. احط بقى معلقه ملح صغيره، انا مش عايزه ازود ملح عشان خاطر احط مكعب شوربه.
عشان ما تجيش حادقة مني. وهضيف لها معلقتين سمنة كبار، رشة فلفل اسمر، وهضرب كل الكلام ده بقى في الخلاط. بعد ما ضربته بقى هنزل بقى بيه في الحله. انا ليه ضربته في الخلاط؟ عشان اسهل على نفسي، عشان اضمن ان النشا بتاعي ده كله. لو عندك بقى اي نوع جبنه عايزه وحابه تحطيها في البشاميل الطعم بيها حطيها براحتك، ما عندكيش خلاص. انا عندي هنا كانت حته جبنه موتزاريلا على حته شيدر، هضيفهم للبشاميل بالشكل ده كده. ولو عايزه تقلبي النشا والمكونات كلها في اللبن بالمضرب السيليكون، قلبيهم، بس قلبيهم كويس عشان خاطر تضمني ان النشا كله ده ما فيهوش اي تكتلات في اللبن. ايدك بقى فيه ما تسيبهوش عشان خاطر ما يشطش منك في الحله من تحت. قربت معايا بالشكل ده كده اهو، شايفين اهو. اول ما خليت بقى كده بابا كده النشا استوى فيها، هطفي عليه بقى. ارص الصينيه بتاعتي بقى. انا جبت الصينيه دهنت سمنه بسيطه وتعفيره دقيق بسيطه جدا برضو، عشان خاطر اضمن ان المكرونه بتاعتي ما تلزقش من تحت وتبقى طالعه الخرطه بخرطتها كده. تمام. دي بقى المكرونه بتاعتي اهي، هنزل بقى عليها بالخلطه بتاعتي كلها كده، وهقلبها في المكرونه، وهحط عليها شويه بشاميل بالشكل ده كده. وهقلب الكلام ده برضه كله كده مع بعضه بالشكل ده كده اهو. حطيت شويه بشاميل في القعر الصينيه بالشكل ده كده اهو، وهنزل بقى بالمكرونه بتاعتي كلها. هسوي الصينيه بتاعتي بقى. سويت المكرونه بتاعتي بقى بالشكل ده كده اهو، وكمان الخلطه بتاعتي لما قلبتها في المكرونه كلها، كل اللي هياخد معلقه هتبقى فيها حشوه من اللي احنا عملناها الحلوه دي. طعم الخضار مع التوابل مدين طعم حلو قوي في الفراخ، وريحه كمان اجمل واجمل، وهتجربه وتشوفه بنفسك. بقيت البشاميل اللي معايا بقى انا هكسر فيها بيضه. تمام. الخطوه دي بقى اختياري، لو انت من الناس اللي ما بتحبش البيض في البشاميل ما تحطهاش. تقدري تحطي لو عندك اي نوع جبنه زي ما قلت لك كده تقدري تحطيه في البشاميل. ما عندكش جبن تقدري بعد ما تكبي البشاميل على وش الصينيه تقدري ترش عليه رشه بقسماط، يديها لون حلو كده ذهبي من فوق. تمام. دي معاك ودي معاك، بس انا عن نفسي يعني من الناس اللي بحب احط بيضه في البشاميل، لان انا الجبنه اللي انا حطيتها يعني كانت قليله جدا، يعني مش هتعمل حاجه في وشها. تمام. هنزل بقى بالشكل ده كده اهو. كده بقت جاهزه معايا اهي. هدخلها بقى الفرن. طبعا الفرن لازم يكون قايد من قبلها. حبايبي الحلوين سنه اولى مطبخ، اي حاجه هتدخليها الفرن لازم الفرن يكون قايد قبلها وسخن كويس. تمام. ما ينفعش اقيد الفرن واروح جايه زق الصينيه بتاعتي كده على طول، لا، الحاجه هتنشف منك وهتبوظ. لازم الفرن يكون شغال قبلها على الاقل ب5 دقايق. جربوها بطريقتي وانا واثقه ان شاء الله ان هي هتعجبكم.